احيانا سبحان الله ما سرحت تتغدي ولا تعشي وسير الرشين تروح لقد قالوا الله يفتح عليك ما كلفنا عندنا ليش وغدوا لك كرت روح وبعد ارجع ادور لي وسطاء وادور لي بان كيمون وادور لي مندوب الامم المتحده وعي شيخ البلاد. المهم مصيبه ايش بينكم شيء ولا شيء؟ قال والله حي سرحنا قالوا تقدم عاد تروح بقي غدا الجن. احيانا بعض الاباء وبعض الامهات هات بنتي اشتعين بنت مالش دخل من سلامتها ان تظل عند زوجها اذا هي مرتاحه. يا اخي انتم جيتوا من البلاد ما جيتوش من المريخ مالكم؟ كانوا عندنا لو واحد تزوج مكلفه تعيش باي بلد ولا باي مديريه ما يزورها الا بعد كم سنه. برنامج من زوج زلك سنه لما تجي. واليوم ما تأجل التلفون الرسائل اني مريضه ما حسش عندي ما يحبنيش اني وزيد ترسلوا دموع والام بعد تعد حالة الطوارئ وتدي عيالها وزوجها ويوم الله محلق سارحين غزه. ايش به؟ قالوا نسرح ندير الان ندي اختكم بالموت. لا مو بالموت تحت القصف بالموت والله ودوا سيره انجيز وسرحوا غرامه الرجال ومرته وجهل يسرحوا يدوم كلهم. ايش فيه؟ ولما جيت تسال ايش في الخبر قالوا اصلا كانت مصدعه. الله اكبر علي حق الصدق. والاحيان قد تكون احيانا في حاله وحم وخاصه احيانا بعض النساء يعني يختلف طبعها تماما عن بقيه النساء. ليش النبي قال تزوجوا الولود الودود فاني مباهم بكم الامم؟ قالوا انا ما درني على انها ولود وانها ودود. قالوا يقاس على اهل بيتها. يقاس على من؟ على اهل بيتها عمتها خالتها وغيرها كلهم. احيانا ما تكون بدايه الحمل بعض العديد جديد على هذه المساله تعيف حتى الزوج تكره الزوج ورائحة الزوج ما تشي تعينه. ينبغي عليك أن تقدر هذا الظرف وهذا الوضع. مش بالصبيل قد يصل أحيانا إلى الطلاق وما تنتبه إلا بعد ما مرور شهر أو شهرين الذي حق التعياف كذا وحق النسوان هذا البلاء إلى بعد 4 أشهر تبدأ تجمع الدومان. وإن الرجال قالوا قاع منا مشاكل وطلق والله. ومن طلق؟ قالوا هو. ومن دي ضغط عليه قالوا فانت قلت ما عاتشتيش؟ قالت لا أنا كنت تعبانة ومريضة. يراعي نفسية أحيانا بمثل هذا الباب لأنه مهم.